بنهي كل سيزن بحد قريب من قلبي. الحد ده بيكون دايما أثر في حياتي أنا بطريقة شخصية. ضيفتي اللي معايا النهاردة مش عارفة أصلا، كنت عمالة أفكر ممكن أوصفها بإيه. ميديا جورو، جورناليزم جورو، برودكاستنج جورو. مش عارفة أوصفها إزاي من كتر ما هي قريبة من قلبي جدا. بس اللي أقدر أقوله لكم إن حلقة النهاردة is completely unfiltered من غير أي مقدمات أخرى. the one and only ايتن زعربان. حلو قوي الانترو دي، حلوه قوي. في حته في قلبي بتسقف. بس ثانيه واحده، هو انا ضيفه؟ ايوه انت انا ضيفتي النهارده. انت عارفه ان انا يعني the chances of this تكمل as انا الضيفه وانت اللي بتسالي is like هديكي 5 minutes. قبل ما اقول كده honestly it's an honor for me ان انا اكون قاعده معاكي finally in the same space. اللي عايزه اقوله هو انه انا ورضوى اول مره نتقابل كان اول امبارح. yes. as we speak احنا النهارده the 1st of October 2025. probably الحلقه دي هتتذاع much later. بس انا مهم بالنسبه لي اقول التاريخ لان التاريخ ده significant جدا. احنا ابتدينا شغل من 2 سنين. اوكي، في ارقام كتير ركزوا معايا بس ارقام مهمه. ابتدينا شغل مع بعض من حوالي 2 سنين. بس نقطه من اول السطر، بودكاست رضوى اللي هو عزيز جدا على قلبي. it went live, it launched من سنه بالظبط، أول أكتوبر سنة 2024. it launched virtually وإحنا ما تقابلناش. so كل الشغل ده كان virtual with a lot of love on a weekly basis. انت هتعيطي، انت جميلة قوي. تأثرت. لا بس يعني we came a long way. سنة شغل وسنة لايف وفاينلي ان احنا نتقابل in person، ان هي تيجي all the way من كاليفورنيا لدبي. جاية اسبوع. طبعا انا مش بحرق هنا انتي ليه، لانه by the time الحلقة دي تطلع هنكون كل الناس عرفت. ايوه. جاية عشان تحضر بودفست وشي was manifesting ان هي تحضر بودفست من سنة بالظبط. وجاية تصور سيزن سبيشل لرضوى ونقطة من اول السطر من دبي. فالنهاردة هو ختام الرحلة دي، بس هو actually بدايتها، لأنه بداية في الجيرني بتاعتنا إن إحنا نقابل بعض. وactually technically مع إن دي آخر حلقة هتطلع في السيزن، هي أول حلقة إحنا نصورها في دبي، وعشان كده it makes it even more and more special. رضوى أنت ليكي مكان في قلبي، أنت عارفة كده. أنا مش عارفة أقول إيه. أنا متأثرة جدا وحاسة إن حد يجيب لي منديل. لا نقول نقطة من أول السطر ونبدأ وابتدي الحلقة. أنا لما فكرت فعلا في كل اللي انتي بتقوليه ده، أنا واحدة من الناس اللي مقتنعة جدا بإدي العيش لخبازه. وأنا واحدة من الناس اللي لما بحب أتعلم حاجة بنزل أجيبها بقى من جذورها. فلما قعدت كده وحسيت لا خلاص يعني وأنا محتاجة أقول حاجات وعندي كونتنت عايزة أطلعه بطريقة كويسة وحلوة ويفيد الناس. شفت لك فيديو، والفيديو ده احنا بنتكلم عليه كتير بس هو أثر فيا أنا قوي. ليه؟ احنا كستات بنمر بحاجات كتيرة قوي في حياتنا ومراحل مختلفة، وممكن نعيد اكتشاف نفسنا في كل مرحلة. انا بالنسبة لي كارير مختلف، فكرة مختلفة، باشن مختلف. الفيديو بتاعك كان بيقول انا ايتن زعربان، انا بعمل نفس الحاجة من ساعة ما كنت في الجامعة. فانا اتفرجت على الفيديو ده وكملت فيه، اللي هو انت بتقولي انا دخلت ميديا، دخلت جورناليزم، انا درست صحافة، عملت برودكاستنج، وفضلت اعمل كل ده وطورت من نفسي في كل مرحلة بس بعمل نفس المجال. خلاني بيني وبين نفسي حسيت كده ايه، وانا بعمل حاجة غلط؟ هي ليه هي بتعمل نفس الحاجة من يوم ما اتولدت وانا بجرب حاجات مختلفة وبجدد ممكن تبقى كلها under the same umbrella، بس انا بعيد اكتشاف نفسي في تشابترز مختلفة. فكلمتك ومن ساعتها بقى it was magic. اللي ما يعرفش ايتن عندها القدرة ان هي مش بس تطور من نفسها في نفس المجال بتاعها، بس هي بتكوتش ناس تانية ازاي يلاقوا نفسهم في المجالات دي. ومن هنا بدأنا نشتغل. حاجة تانية هو انتي قلتي consistency اللي هي الاستمرارية. انا فاكره كويس قوي ان احنا اول مره قلت لي طب نبقى نتقابل بقى ايه مثلا مره كل 3 أسابيع نقعد نبرين ستورم ونشتغل. قلتي ايه؟ قلت لك ايه ازاي يعني، وبعدين هنروح فين بكده؟ ايه مره كل شهر دي، ايه مره كل اسبوعين دول. وفعلا بقالنا سنه اسبوعيا. سنتين. انا ليه بقعد انا بقول سنه عشان لانه البودكاست طلع للنور من سنه بس. هو البودكاست ما بيطلعش بين يوم وليله، وده الناس لازم تعرفه ان في شغل من ورا يعني كتير 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 جدا، وانت اكتر حد عارف طبعا. بس ايه رضوى ده انت هنا in دبي يعني كان معايا في الاستوديو ايه ده؟
والسيزون ده من دبي كمان سبيشال جدا عشان كل اللي احنا قلناه ده. ف عايزه ادج ديبر معاكي، واتس انتميديتنج ان انت اللي قاعده معايا في الكرسي بتاع الجاست، فربنا يعني يستر. اخليكي يعني انا طبعا بصي سربرايز هو اكشلي انا محضره. ده انت اللي انا هتستضيفيني. انا محضره لك اسئله، بس يو نو وات، بما ان دي بودكاست بتاعتك وانت اللي بتحبي تسالي اسئله، اتفضلي يا ستي. عندي سؤالين ليكي، اتفضلي. دول اللي على طول في بالي. هل تفتكري ان الفيديو بتاعك ده it hit me in a way ان احنا كنا بنقول انت بتعملي نفس الحاجه طول حياتك وبتاع، لو واحده زي بتلاقي الشغف بتاعها في حاجات مختلفه في مجالات مختلفه throughout حياتها، هل الفيديو ده ممكن يشجعني ولا يحبطني؟ It's how you want to look at it. I always say هو perspective. لو انت في نقطة في حياتك عايزة تغيري حاجة، ممكن تبصي تقولي ايه دي يعني جاية تتمنظر وتقول يا بختي أنا طول حياتي بعمل نفس الشغل، برافو عليها أنا أعمل لك ايه. But you can also be the same person لو انت مستعدة للتغيير ومكتفية بنفسك وحاسة أنا ممكن أطور من نفسي. ممكن تقولي you know what، دي واحدة بتعمل نفس الحاجة طول حياتها وبتطور من نفسها، يمكن أنا ما عنديش الفرصة كنت ان انا اعمل نفس الحاجة، بس ده مش معناه ان انا اقف واقول حظي مختلف. عارفة زي ما انت ما عملتي كده رضوى، انا يعني اعرفها كرضوى مامة زين زي ناس كتير قوي، اوكي، واعتقد ان احنا او بداية معرفتنا ببعض كانت برضو فيرتشولي، كانت ثرو اصدقاء ان كومن. وان زين حبيبي كان تعبان وقتها وناس كتير طبعا ده communicated with her، وهي اول حاجه قالتها لي لما ابتدينا نتكلم ان هي عايزه تقلع ليبل كانسر مام او مام. حتى انا رضوى يا جماعه انا عايزه اعمل حاجات كتير قوي، انا عايزه اسمع صوتي. وقربنا من بعض من وقت اكتر كان لما نادين صاحبتي الله يرحمها كانت تعبانه. الله يرحمها. انا ما كانش في اي نيه ان انا اتكلم على نادين دلوقتي، بس هجيب سيرتها لحاجه بسيطه قوي. انا I don't think you know the story، وانا مش بقولها كتير بس هقولها دلوقتي. اخر conversation بيني وبين نادين الله يرحمها قالت لي انا حلمت بيكي ان انتي بتدرسي. قلت لها ايه الهبل ده، انا مش مدرسه. قالت لي انا حلمت بيكي انتي بتدرسي ولمسه قلب الناس ومبسوطه قوي. انا ما خدت الكونفرسيشن دي وحطيتها في علبه ورا، لان انا صاحبتي كانت فاهمه في اواخر ايامها. ما اعرفش ايه اللي حصل بعديها بسنتين. when you start listening to the signs in your life هتلاقي الدنيا بتزقك في حته، وزقتني لحته اللي هو you are meant to coach people, you are meant to help people. مش عايزه اقول teach، okay, help people find their voice or train them to shine, because انتي as a storyteller you also like other people to tell their stories. انا مش لازم انا اكون دايما انا في الواجهه ان انا بحكي قصه. انا لو انا عرفت ان انا طلعك تحكي قصتك يبقى بالنسبه لي ده نجاح، فاهمه؟ ولما ابتديت الجيرني دي اوكي افتكرت الكونفرسيشن نادين قالتها لي. ليه بحكي لك القصه دي؟ because again it's perspective. لو بنبص لواحده اتفرجت على الفيديو بتاعي ده وقالت هي قلبها مفتوح للتغيير هتغير، لو هي مش مستعده يبقى it will rub her off wrong. فاهماني؟ فاهمه جدا. بس اخدتك في رولر كوستر ايموشنز. رولر كوستر ايموشنز عشان انا عارفه القصه بيرسونلي وعارفه نادين بالنسبه لك ايه. بس انا كمان عارفه ان انت الفيديو ده ما نزلش غير بعد فتره طويله من الهدوء والصمت على السوشيال ميديا. يعني انا فاكره لما شفت الفيديو ده قلت ايه ده، هي كانت فين؟ هي فين صحيح؟ ما كتير انا مش قلتلهاش اي حاجه. ولما اتكلمنا اتفقنا وافقنا على ان كونسبت ان احنا لما بتاخدي بريك شويه بعد حدث كبير قوي في حياتك بترجعي وانتي بقى مستعده ان انتي تفتحي فعلا ايدك كده هو تقولي ايه خلاص انا مستعده للتغيير. في حالتك انتي كانت بعد وفاه صاحبتك، في حالتي انا كان بعد مرض ابني. فكنا مش عايزه احمل انه الصمت في الشغل وفي الحياه كان بس لحاله الوفاه اللي كانت قريبه قوي على قلبي دي. انا openly talk about it. انا كان في فتره صعبه في حياتي، انا كان في اكتئاب جامد جدا، انا كان في كوفيد وكان في حمل وولاده ومسكارج in addition to مرض نادين ووفاتها. فكمان هنا هرجع للفيديو بتاعي، لو واحده شافت الفيديو بتاعي ده وهي في مكان vulnerable في تغييرات كثيره ممكن مش هتقول سلبيه بس كبيره بتمر بيها هتتعصب من الفيديو. انتي شفتيه في وقت عايزه تغيري حاجه وبتدوري على ايد تمسكيها، وكنت مستعده. بالظبط كنت مستعده لان اللي قبليها كله كان frustration، كان نرفزه، كان اللي هو انا عايزه اعمل حاجه بس انت مش مستعده من جواك، انت محتاجه تهدي، محتاجه تقعدي شويه مع مشاعرك. ودي حاجه انت عارفه بالنسبه للناس اللي زينا صعبه. يعني انا بقول الناس اللي زينا دي اللي هي الشخصيات اللي هي بتبقى بتعرف تتكلم وقويه ومش عارفه ايه وبتاع وعارفه هي عايزه ايه، ان انت تقعدي مع احساس صعب زي الحزن زي الاكتئاب زي الزعل، ما بنعرفش نقعد في الاحساس ده كتير. فساعات لما بنقعد فيه ما نعرفش نطلع منه.
معناها ان احنا محتاجين نقعد فيه اكتر. صح. بس I always say هقولها بالانجليزي feel the feelings، حسي باحاسيسك. فاهمه؟ احنا كنا قاعدين امبارح مع حد صديقنا وكان بيتكلم على ان هو في حاجه بيمر فيها تعبان نفسيا الصديق ده، وهو ماشي بقول له انا هبقى اطمن عليك، قال لي ما تقلقيش انا كويس. قلت له انت مش كويس. قال لي صح انا مش كويس. حس باحاسيسك، اقعد فيهم شويه. انت كنت لسه بتتكلم ان انت تعبان، او انتي او انا او اي حد لو حاسه بيهم لازم كده. anyway احنا قلبنا افتح قلبك دارك شويه. ايه ده برنامج حياتي. طب نقطع من اول السطر، نبدا بقى من اول وجديد. ايوه انا برضو ومجانين قلبنا كده. ويلكم تو اور ويكلي ميتينجز. انا وايتن ده بالظبط اللي بيحصل، اللي هو ايه عايزين نتكلم في ايه ده. استني عندي فكره حلوه جدا actually yes. وبما انك جبتي سيريس ويكلي ميتينجز لازم اسالك سؤال مهم جدا. ايه بقى؟ اللقاء. اوكي انتي تخيلتي ان انتي هتقابلي ايتن بعد سنتين ايه يعني is this the same person اللي بقالك تعرفيها virtually؟ اطول بكتير مما كنت متخيله. ده اللي كل اللي اقدر اقوله. انا ما كانش عندي انا بعرف احس بالناس، فانا في ناس ممكن تبقى ألذ واحد في الدنيا يقعد مع والناس كلها بتقول لك لذيذ لطيف، اقعد معاه لا مش قادره له، خلاص احنا we're not clicking في energies فعلا. واظن ان دي كانت كمان حاجه بدات تجيلي بعد ال40 اللي هو الخلق بقى ضيق، فاللي هو ايه احنا يا هنكليك يا فرصه سعيده بقى مع السلامه. فاي نيو ان احنا وي كليكت. بس اللي هو ايه لما شفتك بقى لايف كده طلعتي اطول مما متخيله. لفي كده لفيني لفه كده. فاكره عملت ايه في المول؟ كان نفسي حد بجد يصور اللقاء ده. معلش بس يا جماعه دلوقتي احنا عايشناكم في اللقاء ده. طيب عايزه ارجع لك انت. دخلتي في المجال ده من وانتي في الجامعه وكملتي فيه لحد النهارده، لحد ما بقيتي بتدي مش عايزه اقول دروس بس يور كوتشنج ناس ازاي يدخلوا في المجال ده كله. التغيير بقى اللي انتي شفتيه ده ايتن، التغييرات اللي مرت بيها دي كلها what do you think؟ ايه اللي تفتكريه اكتر حاجه contributed ان انتي تبقي النهارده قادره تقولي انا مستعده ابقى كوتش؟ انا ايتن زعربان مش بس a broadcaster or a journalist or a media person، لا I'm ready to actually coach you. انا عندي القدره اني اقعد معاكي واقول لك انتي محتاجه ايه. بصي مش هتكلم اجابه كليشيه انه انا في يعني الامبريلا بتاعت الاكسبيرينس بتاعتي جزء منها كبير هو العلم نفسه لان انا درسته اوكي، وجزء كبير هو براكتيكال. اجان هقول لك الحمد لله كان حظي حلو ان انا من سن 17 18 سنه كنت بعمل الاثنين دول هاند ان هاند، الدراسه والبراكتيكال ورك في الاعلام نفسه. I did not realize أو ما كنتش عارفة أن ممكن دول combined يخلوني أبقى mentor أو coach أو بشتغل في الميديا تريننج، لحد ما الناس ابتدت تيجي تسألني أسئلة ممكن تساعديني في كذا، ممكن أخد رأيك في كذا، ممكن مثلا أكتب سكريبت إزاي. أنا عندي كتير منهم أصحاب مش ناس أعرفها بتيجي تسألني اللي هو مثلا أنا عندي presentation عايزة أعمل كذا، أنا طالعة على المسرح تفتكري إيه؟ فلقيت إيه ده، أنا لو خدت التيبس دي كلها والحاجات دي اللي هي يمكن أنا they come to me naturally because في talent أو في دراسة، بس هو طب اللي أكيد هو إن فيه 20 سنة أنا في نفس الحتة، فهو في معلومات مكعبلة. فبالظبط كده أنا بشبهها بكده، هي كانت حاجات كتير وايرز في راسي، وتيجي رادو مثلا تطلب مني حاجة روح مطلعها لها الواير البينك مثلا، أو شفتي بينك عشان انتي بينك عشان أنا بينك. فلان يطلب حاجة طلع له الأزرق، أنا بديهم ألوان بس هم كناية على حاجة معينة. قلت إيه ده، طب ما طلع كل الوايرز دي اللي أنا عايشة بيهم وأقسمهم واديهم. بس طب تفتكري النهاردة، أنا ساعات بفكر كده وانت بتتكلمي، في كام واحدة فينا ممكن تبقى شاطرة في مجال معين بس من كتر ما هي بتعمله كل يوم وخلاص بقى كل حاجة جوه في دماغها، فهي أسهل إن أنا اللي أعمله عشان أنا اللي فاهمة وأنا اللي عارفة، بس هي أكشلي ممكن تفيد غيرها كتير. تفتكري كام واحدة ممكن تسمع المسج دي أو الحلقة دي وتقعد تقول إيه ده، طب أنا على فكرة شاطرة في حاجة زي كده، إزاي ممكن أعمل كورس أو إيه اللي ممكن أعمله أطور من نفسي عشان أبدأ أساعد غيري؟ لو هي عندها جت الفكرة دي يعني 1% لازم تحاول تشوف هي جاية منين. أنا مثلا اللي عملته إن أنا لما ابتديت أحس أوكي أنا في experience أو expertise that I can use as a business, I hired a business coach ورحت لحد specialized قلت لها أنا لو عندي experience أو expertise أو أنا expert في حتة معينة أوكي عايزة أقلبها business أعمل إيه. ولأن أنا بحب الدراسة فأنا طورت نفسي من حتة جديدة إن هي دراسة البيزنس، إن أنا إزاي أخد الموضوع ده وأشغله. وهينخسر ايه لو هي حاسه ان هي في حاجه ممكن تديها وتفيد بيها الناس، تجرب، عجبها ما عجبهاش اتليست مش هتندم. انا هنخسر ايه دي بالنسبه لي نفسي احطها واحط تحتيها 500 سطر، كميه الخوف اللي بيحصل من التجربه
وان الناس بتبقى خايفه تجرب حاجه مع ان هي نفسها قوي، لمجرد ان احنا بنفكر في الاند ريزلت. طب ما هتخسري ايه؟ ولا اي حاجه. ما تجربي. بس هو لازم نقول ان it is easier said than done، لان انا قاعده هنا مش بقولك ان انا كل فكره فظيعه جات لي عملتها، لا، في افكار كتيره جات لي وما عملتهاش، في حاجات كتير فاتني القطر و I was frozen واستنيت و I tried to يمكن to perfect it او مش مستعده او هستنى او imposter syndrome اللي انا بتكلم عليه كتير، ما هو it hit me طبعا، يعني I'm not perfect عارفه. بس لكل مثلا 3-4 افكار بتجيلك، طب اعملي واحده مثلا مش كل واحده مثلا فاهمه، عشان بس بعد كده تقولي انا جربت. وانا دلوقتي coming للناس من الاربعينات، وانتي هتوافقيني الرأي اكيد، انه قصص النجاح جميله، قصص الفشل كمان جميله جدا، لان فيها مغزى حلوه قوي. بس كده. عارفه انا فاكره كويس قوي conversation على موضوع الفشل والنجاح ده مع ولادي. وانا بقول لهم عايزه ابدا البودكاست، كنت بعد ميتنج من الميتنجز اللي كنا فيه مع بعض، بيقولوا انت بتعملي ايه؟ فبقول لهم عندي ميتنج من دبي. اوه واو دبي، مين بقى اللي بيكلميها في دبي؟ وقعدت احكي بقى وخايفه قوي اقول لهم ان انا بدات حاجه، حاسه ان انا خايفه اقول لهم لحسن افشل. يعني خايفه اقول لهم ان انا بدات عندي كوتش وبكلمها في دبي وهبدا بودكاست، افرضي ما وصلتش لحاجه. انا فاكره كويس قوي نظرتهم ليا، بالذات التينيجرز كانوا بيبصوا لي كده اللي هو جامد قوي احساس ان انت بتجربي وعايزه حاجه وتعمليها. وده بالنسبه لي هم الحمد لله بيشجعوا، بس بالنسبه لي في حته ان احنا شايفين ولادنا بيبصوا علينا ان انت بتجربي نجحتي بقى. ايه مفهوم النجاح؟ ما هو برضو هتنجحي ده اللي هو بقيتي محطوطه على كفر ماجازين، ولا ان انت عملتي حاجه وساعدتي حد، وصلتي حاجه لحد. انتي in your case انتي كان نفسك تعملي حاجه بمنتهى البساطه، فول ستوب، بس كده. بس انا ما قلتلكيش ان انا مبسوطه قوي ان انتي بتنهي السيزون ده بيا، مع ان كل السيزون اللي فاتت نهيتيها بعيله، فانا حاسه كده ايه ده، انا عيله ايوه بجد. انا اول حاجه قلتها، الناس بقى اللي متابعه السيزونز كلها هيبقوا عارفين ان انا دايما بحب اقفل كل سيزون بحد قريب من قلبي. اول سيزون كان تامر، تاني سيزون كان ابويا، تالت سيزون كان تامر والولاد، وحضرتك اهو معانا في رابع سيزون. hearts, a lot of hearts, millennial hearts. بس with the hearts معلش هنقلب الآية شوية، لأن أنا عندي أسئلة كتير قوي، أنا قاعدة متوترة من الورقة اللي جنبك دي. ما أنا عندي ورق بقى وعايزة كده. أول حاجة، أنتي في نقطة أول السطر متعودة دايما أنتي تسألي الأسئلة. اتفضلي. إحساسك إيه إن حاليا هنقلب وأنتي قاعدة في البودكاست بتاعك أنتي اللي هتتسألي؟ متوترة، أنا متوترة، مش هكدب، أنا متوترة، والاعتراف بالحق فضيلة. Does it feel good though? It feels good عشان معاكي، فتفضلي. أنا في فكرة كده جات لي واحنا امبارح في بودفست، اللي هو رضوى بجد، يعني اولا اللي مخلي الجيرني بتاعتك دي ناجحه جدا هو ان احنا بنتفق على حاجه بتعملها، بنقول 1 2 3 بتعمل 1 2 3 4 5 وتقول لي ها ايه كمان، حتى لو في نصاص الليالي بقى فويس نوتس ومسجز وبتاع. she's persistent consistent على طول on top of things. يلا بودفست نفسي اجي، جايه نعمل سيزن، يلا. ليه بتعملي كل ده؟ why are you going above and beyond؟ السؤال ده لو كنت اتسألته من 2-3 كنت غالبا مش هعرف اجاوبه، بس يعني هقولك دلوقتي. اكتشفت من 2 ان انا بعمل حاجات كتير وعلى طول مشغولة وعلى طول عايزة ابقى مشغولة وعلى طول لازم يبقى ورايا حاجة because actually it was a trauma response. اكتشفت ده في ثيرابي، ان انا كنت على طول لازم يبقى ورايا حاجه وعلى طول لازم يبقى مشغوله وبحط جول، مش قادره اشوف نجاح الجول اللي انا فيه من كتر ما انا بحط الجول اللي جاي، على طول كده لحد بقى ما I put the work into it which is حاجه I think الجيل بتاعنا نجح جدا في انه ينفذها ويحققها، ان احنا actually الجيل اللي we broke the cycles. فلما اكتشفت انا بعمل كده ليه على طول، بقيت لما بفكر اني عايزه امسك حاجه واعملها، في الحاله دي البودكاست، بعملها ليا، مش عشان اثبت حاجه، مش عشان عايزه ابقى لازم على طول ابقى مشغوله، عشان I actually find joy in learning. So انتي بدأتي البودكاست ده عشان تتعلمي حاجة على نفسك، ولا تكتشفي نفسك، ولا تطلعي من توب انتوا عارفين رضوى موسى ك influencer او بلوجر او كانسر مام، ولا عشان عايز تتشهري، ولا عشان عايزة تعملي فلوس؟ لا مش هنتكلم عن الفلوس، بس لا، بس ما هو كلها فاليد. ده اي حد بيعمل بودكاست هيتفرج عليه دلوقتي وهيضحك، بس لا، الاجابه هي انا بفلس بس. شكرا. لا مش عايزه اشتهر، الشهره دي بالنسبه لي حاجه خداعه جدا، واكشلي لغايه النهارده يعني انا يمكن عمري ما قلت ده اون كاميرا، بس لغايه دلوقتي انا بتوتر جدا لما حد بيوقفني في الشارع ويقول لي انا عارفك، انا متابعك، وبنبسط قوي بقى لما الجمله دي بتقفل بايه وبدعي لك انت. ايوه شكرا. احب قوي الجانب الانساني. طب جاوبي في حته زي دي بهرب منك. لا ليه
انا عايزه اعمل بودكاست وهعملها وهديها وقت كتير وهديها طاقه من طاقتي وفلوس من فلوسي وهسافر لها دبي وهنزل حلقات وهجري ورا ناس. ليه؟ علشان انا قلت نقطه من اول السطر، عشان انا عرفت اقول نقطه من اول السطر، ودي كانت حاجه بالنسبه لي انا مش كنت شايفه انها ممكن تحصل قريب. انا كنت شايفه نفسي stuck ومش متضايقه. This is what I know. هي دي حياتي اللي انا اعرفها. انا حياتي اللي انا اعرفها ان انا واحده صغيره اتجوزت اتغربت. انت بصي مخلياني عماله باخد نفس من جوه كده علشان اللي هو مش عارفه بديك ديب. انت ايه؟ It's okay. كيف It's حالك؟ good. حلو. لا. مالك؟ واحدة صغيرة اتجوزت اتغربت مع جوزها، بدأت عيلة في مجتمع مختلف تماما، فبقى كل الفوكس بتاعي مش عايزة بقى قاعدة فاضية. أنا مش الشخصية اللي بعرف أقعد في البيت، مفيش أي اعتراض إنك تبقي قاعدة في البيت، بس أنا بحبش أعمل كده، وعايزة أربي ولادي وعايزة ايدنتيتي. هوبا ابني هوبا بقى دي حياتي. بقيت مرة واحدة مش أم بس، أنا بقيت أم لطفل مريض بالسرطان. طب ممكن اسالك سؤال بصراحه؟ كنت كارهاها جدا. انه ليه يا رب اشمعنى انا؟ لا ما قلتش دي، مش يعني لا ما قلتهاش لربنا اشمعنى انا. بس لا هل كرهاها؟ طبعا. كنا بنقولها هناك في terminology كده you became a part of a family that you never wanted to join. It's a family. Cancer is a family. انت اصبحتي جزء من عيله انت ما كنتيش عايزه تبقي من العيله مش دي عايزه اصلا. اعرف العيله دي خالص، ولا عايزه اشوفهم ولا عايزه اقاطعهم. بس انا مره واحده لقيت نفسي بقى عندي ناس فاهميني وناس بيمروا بنفس التجارب وما مش عايزه اخش في تفاصيل الحته دي. مش عايزه اخش في الحته دي. بس لا هل انا كرهاها؟ طبعا، بس دي حياتي. هو انا عارفه، انا شخصيا بسال اسئله وانا عارفه انت وصلتي هنا ازاي، ان انت فعلا عرفتي تقولي نقطه من اول السطر وقفلتي. مش قفلتي زي ما قلنا، احنا قلنا بروزنا تشابتر في حياتك. هو مش تشابتر، هو كتب وحطيناه على رف. هو موجود معانا في البيت، عايش معانا، بس احنا فتحنا صفحه جديده. الصفحه الجديده او النقطه الجديده او الشابتر الجميل اللي هو نقطه من اول السطر البودكاست بتاعتك. حاسه انت رضوى اتعلمتي ايه على نفسك او اكتشفتي ايه في نفسك من خلال الجيرني دي؟ الجيرني اللي هي بقالها سنتين، سنه تحت الهوا زي ما بنقول وسنه لايف. ايه اكتر حاجه انت اكتشفتيها على نفسك؟ التعليم اكتر حاجه بتشجعني. كل يوم بتعلم حاجه جديده وبتتشالنج مي اكتر. وانا شخصيه بكره الكومفورت زون، وحاسه ان ده كان العدو الكبير لينا عموما، ان احنا لما بنقعد في الكومفورت زون بتتعودي فبترتاحي. فانا كونستنتلي على طول باستمرار بتشالنج نفسي اني كل يوم عالم البودكاست ده بيطلع لي حاجه جديده. وذر ازاي اتعلم اتكلم مع حد. ما هو ده هو البوينت ان انا قلت انا عايزه اعمل بودكاست، ان انا قلت نقطه من اول السطر. فانا عايزه ناس كتيره تشوف ان ده مش تو ليت، ومش لازم تبقى نقطه من اول السطر. انا بحاول حياتي، كنت في كارير وبقيت في كارير جريت، ممكن تبقى هي دي قصتك، بس ممكن تبقي مريتي بحاجه ومش عارفه تبداي من اول جديد، مش عارفه تطلعي منها، مش عارفه وهكذا. ممكن تبقى حاجه بسيطه قوي زي ان انا نقطه من اول سطر انا هعزل بيت، يعني مش لازم يبقى قرار مصيري. بالظبط. بدات في بلد جديده، مجتمع مختلف عليا، كارير، كل ده. فبسبب ان انا قلت كده حسيت لا طب ما هو ده بقى اللي انا عايزه اقوله للناس. يا جماعه نقطه من اول السطر. انا فاكره قوي وانتي عماله تقولي نقطه من اول سطر كذا مره كده، البرين ستورمينج سيشن اللي قعدنا فيها اللي هو بنقرر اسم البودكاست هيبقى اسمه ايه ومكتوب ازاي بالعربي وبالانجلش. وحتى هقول هاي لتامر برضه عشان تامر جزء كبير من الجيرني دي. أيوة دخل ادى رايه في يوميها. انا ايوه فاكره كان معانا في السيشن دي جدا. واحنا بنقول بقى اسم البودكاست 1000 مره كده. أيوة. هرجع معاكي لان هو فضل احنا بنتكلم عليه كتير قوي لحد ما يو هيت ببلش. ولو انا ذاكرتي مظبوطه كان تقريبا يوم 4 اكتوبر 2024 صح او 3 I think so. 3 او 4 اكتوبر 4 اكتوبر تقريبا. يوم ما دوستي ببلش واول حلقه طلعت لايف على منصات البودكاست وعلى يوتيوب وعلى سوشيالز والناس عرفت انه رضوى موسى يوسف is a podcaster وبتنزل حلقات. وايه ده؟ ايه الاحساس بقى وانت كده؟ تليفوني. ايه قولي تاني. قفلت تليفوني. مش عايزه اعرف. كنت خايفه جدا لاني انا فاكره كويس قوي ان احنا كنا بنتكلم في ان انا لازم ابدا هفضل انا في امريكا. ما هو انا دلوقتي عايزه ابدا، حاب بقى كل شويه انزل واسافر واعمل وبتاع. ما انا عايزه ابدا سيزن، فبداتها فيرتشوال والحمد لله وي ماسترد الفيرتشوال سين. بس انا اول حلقه كانت حلقه سولو، والحلقه دي لا هو انا كل ما افتكرها اصلا عمال انا كنت متخيله ان انا I perfected it. انا فضلت اعيد وازيد في الحلقه دي في دماغي. الناس تقريبا لما شوفتها ما علقتش كتير. انا مش شايفه غير الديفوهات،
انا ما شفتش غير الديفوهات اللي في الحلقه. قفلت تليفوني وما ردتش على اي حد لحد تاني يوم. تقدري تقولي ان احنا دلوقتي كل الحلقات اللي نزلناها دي اكتر حلقه مش بتحبيها؟ لا مفيش حلقه مش بحبها. لا مش عايزه اجابات نموذجيه. ما اقولكيش بقى كل الناس اتعلمت منهم حاجات اكيد كل الناس اتعلمنا منهم حاجات، وكل الناس جمال ولطاف، والا ما كانوش جم على البودكاست. ايوه بس انت بني ادم، في حلقه ممكن تكوني مش حباها، مش للشخص، لاسباب تقنيه، لاسباب شكليه. اكتر حلقه مش حباها بجد دي كنت لابسه اصفر. ايه اللون اللي انا كنت ايه النيونيك كولر اللي كنت بفكر في ايه؟ ومين دي اصلا؟ انا دولابي دلوقتي كله بقى بيج واسود والوان نيوترالز وباستيلات. ما كانش من زمان قوي يعني. ايه اللي مين ده دي؟ من سنه وكام شهر يعني ماشي. اتغيرت كتير برضه في السنه دي. هو ديفينتلي ما علينا، حصل ستايل شيفت. بس لا، هو انا في اليوم ده وانا بتفرج على الحلقه دي دلوقتي بقعد اقول كنت بتفكري في ايه اللون ده؟ يعني ايه اللون اللي وبعدين بقى كنا عاملينها فيرتشوال. انا حاسه ان انا بصي الحلقه دي خلاص نسيبها وكل الناس هترجع تتفرج عليها عشان تشوف انا بقول هنعمل احلى هنحط لهم حته منها دلوقتي عشان يشوفوا احنا بنرفرنس ايه بالظبط. بس معلش، بما اننا دخلنا في كليشيه شويه، قولي لي اكتر حلقه حسيتي واو انا الحلقه دي لو اقدر احطها في برواز هحطها في برواز؟ تامر والولاد. بجد؟ that's so cute. بس دي اجابه نموذجيه. لا تامر والولاد بالعكس، دي مش اجابه نموذجيه، ده فضيوف كتير قوي هيزعلوا مني. لا مش هيزعلوا. طب اديني اجابه، اديني بلاش مش حلقه، بني ادم انت تعرفتي عليه اكتر اكشلي، مش بس كضيف، كبني ادم من خلال البودكاست ويو ار جريتفul ان انت تعرفتي عليه والحلقه دي بالنسبه لك سبيشال. مش صراحه مش هينفع يبقى فيه اجابه نموذجيه، لان انا السيمبل انسر ممكن اقول كل الناس استفدت منهم، كل الناس انبسطت منهم، لان فعلا ما فيش حلقه ما جابتش فيدباك حلو حتى لو ليا. بس هقول لك اول حد جه في بالي وانت بتقولي كده دلوقتي هو خالد ديوان. حد كان سيزن قريب قوي لقلبي، سيزن الرجاله اللي في حياتنا، وهو اتكلم بطريقه اوبنس جدا جدا، كلها اوبن جدا، وانا ما بشوفش رجاله مصريين او عرب كتير بيتكلموا كده. وبقينا اصحاب جدا بعد الحلقه دي. وتعرفت عليه برضو لاول مره في بودكاست وكاني اعرفه بقالي 500 سنه. بالظبط. الاسبوع ده كان very therapeutic ومازال احنا لسه شغالين keeps on giving شكله كده. يس. طب ضحك بقى. انا عارفه كان في شويه هيكابس، مش شويه كتير، بس لو هتروحي في السنتين اللي فاتوا دول I'm reflecting لأنه برضو دي anniversary. أيوة. right؟ احنا برضو بنحتفل بسنة من نقطة من أول السطر، سنتين شغل مع بعض، أول مرة نتقابل، في احتفالات كتيرة. أيوة. بلوبر حصلت that was ايه المسخرة دي، ايه الضحك ده. it could be awkward كمان، حاجة غريبة جدا حصلت اللي هو أنا مش مصدقة إن في ده حصل. يا لهوي، ده أنا هحكي لك ايه ولا ايه، بس ممكن ثانية عايز اشوف مخي راح لأول حاجة ممكن تكون تحصل. طبعا بصي technical difficulties، انا بالنسبه لي ان انا بصور في اي حته غير مصر او دبي ده بالنسبه لي حاجه ممله جدا. كاميرات بتتقفل بعد ما نخلص الحلقه، نكتشف ان الكاميرا ما كانتش بتصور مثلا. بلوبرز بقى، في ناس كتير عيطت وبعد الحلقات قالوا لي بليز شيليها. مش عايزه بقى يبان ده مش بلوبر، بس فهماكي اللي هو هيكاب اوكوردنس كده. اللي هو بلوبرز ضحك. بصي مش هينفع اقول ايه، بس لا هو كان في حلقات او حلقه معينه في بالي كنا قاعدين الجاست اولموست رافضه تتكلم، فانا قاعده عماله اللي هو ايه هي حبيبتي قولي ها فانا بسال السؤال، مفيش بقى فلو في الكونفرسيشن، فانا قاعده بنخلص السؤال بتروح تقول لك على قد الاجابه. فانا جيت في نص الحلقه اللي هو حسيت فعلا طب ما نقفل بقى، طب خلاص انا مش عارفه اكمل. طب نقطه إيه؟ من اول السنه. طب ما نقطه وبلاش سطر. حرفيا رحت، انا فاكره ان انا رحت ساعتها بصيت لها كده قلت لها ايه، طب في حاجه تحبي انت تقوليها؟ انا ما بسالكيش، اللي هو حسيت لا انا مش هفشل الحلقه دي بتحصل. في حاجه من الحاجات برضو دايما كنت بقولها لك واحنا بنشتغل ايه، مش كل حلقات هتبقى حلوه، وفي حلقات هنقعد نحضر لها قد كده وفاكرين ان هي دي احلى حلقه في الدنيا والضيف خطير والاسئله والانجل، وتطلع حلقه عاديه جدا. it's a journey. طب من خلال الجيرني دي حاسه انتي صوتك كرضوى اوكي اتغير؟ انا بتكلم in the literal and figurative sense، انه حاسه اتغير كصوت بودكاستر واتغير كفكر. اتعلمت اسمع اخيرا ولكل انا حاسه ان انا محتاجه ابص للكاميرا في اللحظه، لكل واحده بتسمعني كان بيتقال لها انت صغيره يا رغايه بطلي كلام، اسمعي الحته دي ليكي. ناس كتير قوي مننا
بيبقوا متخيلين ان احنا عشان نتسمع لازم اتكلم كتير. This is wrong. ده مش صح. again شوفي انت كنت بتعملي كده ليه. ايه مش عايزه استخدم بقى كلمه تراما ريسبونس كتير عشان ما بقاش كده فاهمه، بس شوفي انت كنت بتعملي كده ليه. الصغيره اللي كانت بتتكلم بسرعه او بتتكلم كتير عشان عايزه الكبار يسمعوها كبرتي خلاص. ممكن ازود حاجه واقول ان انتي وصلتي لمرحله حلوه قوي من الصفاء النفسي، ان انتي بقيتي اللي هو بصوا انا عندي حاجات كتير عايزه اقولها، وانا خلقت مكان لنفسي اقول الحاجات دي. لو انتوا عايزين تسمعوني you know where to find me. مش هقعد 100%. انط في وشكم بقى اقول لكم انا عايزه اقول، انا عايزه اتكلم، عايزه اخلق مكان لنفسي في حياتكم، في موضوعكم، في القعده دي. نو انا هنسحب وهعمل المكان ده لنفسي، اللي هو المكان الحلو اللي احنا قاعدين فيه ده. قد ايه حلو الريسبونس بتاع الناس، ان في ناس كتير جايه عايزه تسمع انتي بتقولي ايه، وبتسالي مين، وبتجيبي مين، وبتكلمي في قد ايه rewarding اكتر بكتير ان هم اللي جايين لك بقى. It is very rewarding. وان انا اتعلم اقعد اسمعهم is very powerful. is very powerful. ودي حاجة أنا يعني لو برجع لسؤالك إيه أكتر حاجة اتطورت فيا في صوتي في طريقتي في كل حاجة السنة دي، هي دي. أنا اتعلمت أسمع. أنا كنت طول عمري شخص بتكلم وشخص بريزنتر وشخص اديني مشكلة واديني موضوع وأنا هحلهولك وأنا اللي هتولاه. فإن أنا أسكت it's very powerful. انا فخوره جدا ان السؤال كان عن الصوت، انت جاوبتي عن السمع. دي evolution وتطور شخصيه رهيب فعلا طبعا. لان كان ممكن تاخديني في حته فاهمه اللي هو اتعلمت ازاي ارد، واتعلمت ازاي اقول كذا، واتعلمت ان انا اتكلم من بطني مثلا، ولا اتعلمت ان انا اعيد صياغه السؤال، ولا فاهمه اديتيني بجد اللي هو انا اتعلمت ان انا اسمع. وانا دايما دي حاجه بقولها it's not rocket science، يعني عشان تعرفي تتكلمي لازم تسمعي اصلا. فانتي احنا بنسمع مش عشان نرد، نسمع عشان نفهم ونفكر هنقول ايه. 100%. من الحته دي بقى عايزه اعرف ايه اكتر حاجه حبيتيها في البودكاستنج وما تخيلتيش ان دي اكتشلي هتبقى حاجه حلوه. اوكي هي it sounds like إجابة نموذجية جدا، بس فعلا أحلى حاجة بعد ما كل التوتر والقلق بتاع الحلقة ده والشغل بتاعها behind the scenes اللي فعلا اللي ما عملهاش مش هيفهم كمية الشغل عاملة ازاي، لما بلاقي حد يكلمني يقولي الحتة دي بقى في الحلقة انت مش فاهمة عملت فيا ايه. الفيدباك بيفرق معايا جدا، ولا حتى لو واحد بس. لا مفيش معايا ارقام. الارقام دي ده وهم السوشيال ميديا. لو فعلا بيجيلي الكومنتس دي بجد شكرا، او عايزينك بقى تتكلمي في كذا. يعني اليومين دول بقى ده اللي بيحصل، ان الناس بقت انت فين بقالك شويه، عايزينك بقى تتكلمي معانا في كذا، في بقى موضوع اعملي لنا عليه حلقه. لا اتمنى ان انت تكوني بتكتبي الحاجات دي. سبريد شيتس انت عارفاني بقى وبسطر يا وبنظم لهوي على وبوضح. سبريد شيتس اللي انا عايشه فيها مع رضوى موسى يوسف. يا رضوى يا موسى يوسف، في ايه موضوع ما اتكلمتيش فيه ونفسك تتكلمي فيه في البودكاست؟ لا عندي مواضيع كتير. first one that comes to mind. اول حاجه دلوقتي حالا وانت بتفكري كده جنزي. ولادك يعني؟ لا ولادك جنزي. ولادي جنزي. هاي زين وملك. جنزي فعلا الجاب بقت سريعه قوي. طول عمرنا متعودين ان احنا في جاب ما بيننا وبين اهالينا جنريشنز وبتاع، لا بس الجاب دي بقت سريعه قوي، واحنا بنشتغل جامد قوي الجن بتاعنا احنا بقى millennials to catch up with them. والصراحه هم مستعدين، هم ماتشور جدا عننا احنا في المرحله دي حاجه مرعبه على فكره. ايوه. فانتي حاسه ان هم exposed قوي لحاجات كتير، فده موضوع definitely عايزه اتكلم فيه بكل اشيائه. يعني نفسي الحد اللي يبقى قاعد قدامي، نفسي الكرسي ده في سيزن كامل يبقى اللي قاعدين قدامي حد صغير اصغر مني، في ما بيني وما بينه 20 سنه مثلا. يعني احنا دلوقتي قلنا لكم ان السيزن جاي هيكون جنزي مثلا. ماشي، بس خلاص انتوا كده عرفتوا. يعني اتمنى يكون اتحضر بسرعه ونازل جاهز. بعتوا لي بقى اسئلتكم تحبوا نتكلم مع اولادكم عن ايه ويلا بينا. طيب لو هتقدري تعزمي او تستضيفي اي ضيف او جست في العالم، حي او ميت، موجود او مش معانا، هعيط فورا. مين عايزه تقعدي مين على الكرسي ده؟ امي. انا عارف.
سكيب ولا لا امي جدا. امي توفت 95، فهي ماتت قبل ما يبقى في كمبيوترز في البيت. يعني هي بصي، وانا نقعد نقول فاتها كتير، لا هي ما فاتهاش حاجه خالص، هي كانت فعلا مشيت ايام الوقت الجميل. بس لا مامي ما لحقتش لا انترنت ولا كمبيوترز ولا اي حاجه، ولا تليفونات ولا موبايلات ولا حاجه. ف I would have loved ان انا اشوف امي قاعده معايا واسالها بقى حاجات كتيره قوي، بس هي كانت قصتها جميله برضه. عايز تساليها ايه؟ لا عايز اعرف قابلت ابويا ازاي، جوزته ازاي. they come from completely different worlds. الاتنين جايين من عالمين مختلفين وحبوا بعض جدا جدا واتفقوا جدا. امي كانت سابقه سنها جدا. دلوقتي احنا لما بنقعد نتكلم سابقه عمرها، لما بنقعد نتكلم على ازاي عايزين نطور من ولادنا ونعلمهم ونجيب لهم بتاع. انا مامتي كانت مترجمة فورية، فكانت بتسافر كتير جدا. ما كنتش عارفة قوي. الله يرحمها طنط وفية. انا ما اعرفهاش بس يعني بحب اقول اسم الشخص. ست فظيعة، كلاسيك جدا، متقدمة جدا عن عمرها في الوقت ده. مترجمة فورية انهي لغات؟ انجلش. وما كانتش ستات كتيرة بتشتغل في الوقت ده، يعني جو ان انت يبقى عندك كاريرز وكده، لا دي ما كانتش حاجة popular يعني. رضوى انا فعلا مقتنعة انه في ناس بيبقوا too good to live among us. هي فعلا كانت too good والله. وهي فعلا كانت too good. وفي ثانية كانت 38 سنة لما توفت. انا كنت عارفة ان انا هسألك السؤال ده وتقولي مامتي. قلت هسأله not to get you emotional، بس حسيت لو رضوى بتنهي كل سيزن بعيلة وكان عندها فرصة ان هي ممكن تنهي بمامتها، اكيد كانت عملتها. فاقل حاجة نقدر نعملها هو ان احنا نتكلم عليها في نهاية سيزن. لا thank you for honoring her فعلا. انا بالنسبة لي كانت عارفة احنا كنا الكول هاوس. ليه؟ لان انا فاكرة كويس قوي ان كانت امي لما بتسافر كانت بترجع. اولا اجان انت بتتكلمي الكلام ده في التسعينات، فان في واحده عندها كارير وبتسافر 95 من 30 سنه 30 سنه. كان فاكره مره دخلت عليها بشنطه سفر كامله كده كلها شرايط فيديو، عارفه اللي هي الVHS القديمه دي. كان سيريز اسمه مازي ان جوندولاند. انا فاكره مازي. امي كانت جايبهولي، كانت ساعتها مسافره بروناي دار السلام، وراحت جايبه لنا. وكنا احنا بقى الان هاوس بقى، اللي هو احنا كلنا عيال صغيره كده، فبنقعد بقى نتعلم ABC وكولرز وبتاع بالانجلش، عشان وفيه جامده جدا وبتسافر وبتجيب لنا حاجات. فهي كانت طول عمرها كده. اللغات كانت بالنسبه لها مهمه جدا، القرايه كانت بالنسبه لها مهمه جدا. كان عندي دولاب وما زال عندي الدولاب بتاعها ده في مصر، بريتانيكا الانسايكلوبيديا كلها. فهي كانت مثقفه جدا وكانت سابقه عمرها وعصرها جامد يعني. فانا بالنسبه لي امي I would have loved ان انا اشوفها قاعده في الكرسي ده. كنا هيبقى ليا اسئله كتير قوي ليها. بس انا مبسوطه ان انت اتكلمتي عليها قوي. انا بتكلم عليها كتير بس بتوحشني. لا ويعني اتكلمتي عليها في البودكاست. يعني انت ما بيجيكيش فرصه ان انت تقعدي تردي على اسئله وان انت ترفلكتي على حد يعتبر من اهم الناس في حياتك يعني. بالظبط ثانك يو. وانا مبسوطه ان احنا بنتكلم عليها واحنا مبتسمين. يعني ابتدت بدمعه بس عشان وحشاني، عشان هي طول بتوحشني. مفيش حد ما بيفتقدش امه يعني طبعا. هي انا كان عندي 12 سنه لما توفت، انا دلوقتي عندي 42 سنه. فانت بتفتقدي الام والاب، بس يعني الاهل عموما ربنا يخلي لي ابويا، لا بتفتقديهم في مراحل مختلفه في حياتك بشكل مختلف. فكنت طبعا كان نفسي اكلمها بعد بودكاست اقول لها بصي انا بقيت جامده. انا بودكاستر اصلا يا مامي بقى، بصي بقى انا في دبي وبعمل ايه. انا متاكده ان هي شايفه وحاسه بكل ده. انا مقتنعه في قلبي. طب لو هتنقي ضيف حي، اوبرا وينفري. اوكي، اجابه نموذجيه بس بحبها. لا عشان دي اللي انا من وانا صغيره بحبها. انا من وانا صغيره عايزه ابقى مذيعه. ما انا ما قلتلكيش الكلام ده. انا عارفه الكلام ده. انا عارفه كويس قوي رضوى. ايه ده اكيد قلت. وعماله اسالها بقى ابتديتي بودكاست ليه؟ عشان حسيت اني عايزه اقول عشان حسيت، لا مش عشان الشهره. وين في الاخر انا اصلا كنت عايزه ابقى مذيعه على فكره. ما انا عارفه انا عايزه ابقى مذيعه. انا يا جماعه بصي، انا كتبت لما بدات اكتب، وانا الكتابه بالنسبه لي عشق، واي ببلشت ماي بوك وكل الكلام ده كلها فتره، ولسه اي هاف اذر توبكس عايزه اكتب فيهم وانزل كتب فيهم. بس انا بالنسبه لي تامر جوزي قالها صراحه، رضوى توكس، رضوى دازنت رايت، رضوى توكس، رضوى بتتكلم تكتبش. فانا الكلمه والحوار مع الناس وان انت تسمعي قصصهم دي حاجه حلوه جدا. انا بقعد في اي قاعده فيها ناس كبار من وانا صغيره. الكبار دول لما كانوا بيقعدوا يتكلموا هتلاقيني انا بقعد اسمع كده. دايما كنت احب اقعد مع الناس الكبيره، قصصهم فظيعه وتتعلمي منها ومسليه. كل واحد فينا ماشي في الدنيا دي عنده قصه، انت بقى اختيارك تتعلمي منها حاجه او تاخديها صح مرور الكرام كده وخلاص. وتسمعي منها ايه، وتسمعيها كلها ولا لا. بالظبط. قصه البودكاست دي
هو قصه فيرتشوال. عاجبني قوي ان انا اللي بقيت قاعده هنا وحضرتك قاعده دلوقتي بالورقه وانا قاعده مسلمه لها نفسي جدا. اتفضلي كملي. هي مش متعوده تتسال، وانا مش متعوده اقعد ضيف، فالحكايه اتقلبت. بس اتس نايس، اتس اورجانيك، اتس اس. لا بقول ان قصه البودكاست ده هو اكشلي ان احنا كل واحد فينا في بلد. انتي في امريكا وانا في دبي وبقيت التيم في مصر، ومش كل التيم يعرف بعضه اصلا او اتقابلنا كتيم. how is it working بالنسبه لك انتي كل اللوجيستكس دي؟ what's it like having a virtual team؟ يعني مرتاحه؟ مش سهله لاني عشان اوصل ان انا اشتغل مع ناس بحبهم وبرتاح معاهم وكلهم بيكملوا بعض زي ما انتي قلتي كده من غير ما يعرفوا بعض، لا خدت مني وقت ومجهود كبير. بس بحبها جدا. I love it ان انا بقوم من انه عندي ايامي المعينه اللي بقابل عندي الميتينجز بتاعتي بتوقيت مصر والميتينج بتاعي بتوقيت دبي وفي فولو ابس مش عارفه ايه. السبريد شيتس بتاعتي على فكره اللي انت بتتريقي عليها دي مش بتريق عليها، بالعكس انا دايما بقول ناجحه جدا. والكونسيستنسي بتاعت رضوى ان هي بتقدر تبقى مستمره في اللي هي تستعمله، عندها شغف وعندها انا هستمر، انا هفضل اعمل ده حتى لو النهارده اوحش يوم في حياتي. حتى في ايام مثلا تبقى جايه واخده زين من المستشفى وعندها سكانز وانا مش مصدقه ان هي في المستشفى وجايه تتكلم في بودكاست، بس خلاص ده عملت الوقت ده لده فانا هشتغل فيه. فعشان كده انا بقولك هو صعوبه ان انت تو كيب شوينج اب لحاجه ممكن تعتبر باشن بروجكت، والتيم بتاعك كل واحد فينا في بلد، مش حاجه سهله خالص. لا مش سهل أبداً. وانا عندي شغلي. هو خلي بالك انا لسه بشتغل على فكره رضوى عندها شغل تاني بعيد عن كل ده. اللي مش عارف انا اساسا لسه يعني شغلي زي ما هو ماي ريل استيت مانجمنت كومباني زي ما هي، فانا بشتغل في فلوس نصرف على البودكاست بالظبط. انا ده اللي بقوله لاولادي، نرجع تاني ونقول انا بتعملي ايه يا ماي؟ بشتغل يا حبيبي عشان اصرف على حلمي. فهي بالظبط كده، ودي احلى حاجه. yes. ويعني لازم كل الناس تدور على طريقه ان انت يكون في انكم طالع من حاجه طبعا انت بتحبيها وشاطره فيها، بس تستغلي الانكم ده مش مجرد عشان تعيشي، تستغليه عشان تعرفي تعملي حاجه انت بتحبيها. passionate about it. عارفه الحته وانت بتقولي كده بتبقي راجعه فكرتيني قوي ان فعلا كان في يوم احنا فعلا اتكلمنا او كان في حاجه عملناها وكان عندي مستشفى او حاجه مع زين، وانا عماله اقول لها مش عايز تلغي يا بنتي، نلغي نتكلم بكره. عارفه ليه؟ عشان انا اتعلمت زي ما بحترم دوري كأم وبحترم ولادي وبحترم بيتي وبحترم كل حاجه، بس بقى في حاجات كتير قوي انا بحترمها وهي كلها تندرج تحت بند نفسي. يعني انا لازم احترم جسمي فلازم اتمرن، يعني حتى لو هبلتي شويه معلش انزلي وفوقي نفسك. ولازم احترم مشروعي واحترم حاجتي، احترمني انا بحبني، فعشان بحبني انا هعمل الحاجات اللي بتحبني، مش هاجي على نفسي لو مش قادره هكنسل. وزود حاجه عشان الناس تحترمني بقى الناس تحترمني، يعني ده انا لو انا بحترم نفسي الناس هتحترمني بالظبط. انا طالما احترمت ان انا عندي حاجه وهلتزم بيها وهعملها مهما كان unless بقى عندي ظرف قهري، خلاص يبقى هو ده الديفولت بتاعي. انا حياتي مستمره في مجالات مختلفه. بقى بفكر كده دلوقتي مش كردوة او ايتن الناس اللي شغاله جوه البودكاست، بفكر في الناس اللي بتستمع للبودكاست، كل الناس اللي سمعت كل الحلقات دي وعايشه معاكي بقالهم سنه، عايزاهم يحسوا بايه، او يعني ايه الحاجه اللي هم they took it من سنه of نقطه من اول السطر. ممكن يبقى احساس، ممكن يبقى مسج، ممكن تبقى learning. لو انت كده حاطه نفسك في مكان المستمعين عايزاهم يكونوا حاسين بايه؟ تطور. يمكن دي اول كلمه جت في بالي. نفسي قوي الناس تحس بالجروث، بالوعي، بالتطور. مستحيل تبداي من حته هتبقي على طول حاسه ان انت واقفه في نفس الحته، لا انت هتبداي، لازم تبداي في حاجه وتكملي بقى وتبداي تطوري من نفسك طول ما انت ماشيه. الحاجه اللي انا نفسي قوي قوي وتبسطني ان انا اسمعها ان هم بيفضلوا يستفيدوا، ان كل قصه منهم، مش لازم كل القصص ترازينيت، مش لازم كل الضيوف يفرقوا معاكي. صعب ان انت تجيبي برنامج واحد او بودكاست واحد يعجبك فيه كل حاجه، بس لو انت مستمره يبقى اتليست بتطلعي بحاجه من كل حلقه او بتلاقي حاجه every other episode بتفيدك ان انت تكملي. طيب انت من سنتين حلمتي ان انت يكون عندك بودكاست، you manifested it، بس مش بس manifestation، انت اشتغلتي عليها وحلمتي وسعيتي. ده من سنتين. نط لسنه بعديها البودكاست كان جاهز واشتغلنا عليه وشاف النور. حلمتي، الحلم وقتها كان ان انا عايزه كمان سنه اكون في دبي، بقابل ايتن، بحضر بودفست، بنتورك مع الناس، بتعرف على شخصيات جديده، بصور حلقات حوالين العالم. ننط مره تانية 2025 انت هنا في دبي عندك الحمد لله الحمد لله ألف مرة طبعا. عندك احنا بقينا كام حلقة؟ 26 حلقة بلس اللي بيتصوروا دلوقتي. 26 ده قبل ما سيزن ده ينزل. بالظبط. يعني احنا بنتكلم هيبقى حاجة 30 دلوقتي. بالظبط حاجة 30 حلقة دلوقتي لايف ان شاء الله.
وحضرتي بودكاست وقابلتي ناس وبتطوري وبتوسعي والبودكاست افيلبل على اشكال كتير. عايزه تكوني فين كمان سنه؟ شايفانا فين؟ انا بقول شايفانا لانه ده البودكاست ده جزء مني انا كمان. لا وانت معايا، انت مش في حته، انت خلاص you're stuck. عايزه اشوف كمان سنه ده ان انا الثيمز اللي انا بفكر فيها تكون اتنفذت. عايزه كل سيزون يبقى بالثيم المختلف اللي في دماغي. جين زي ده يبقى حاجه من الحاجات اللي انا عايزه اتكلم فيها. حاسه اني كل سنه لو السبريد شيت اللي انا عاملاها ان شاء الله ربنا كده يكملها على خير، يبقى انت بتتكلمي في 30 حلقه كمان في السنه اللي جايه دي مينيمم. عايزه اسافر، عايزه اشوف ناس مختلفه، وعايزه اسمع قصص ناس محدش يعرفهم. بس ده نفسي قوي. عايزه اسمع قصص ناس محدش يعرفهم، حاجات جديده خالص بقى، قصص فعلا محدش يعرفها. يعني نفسي اكون شايفه نفسي بعمل برومو حلقات وبقول ايه، انتوا مش هتصدقوا انا اتكلمت مع مين، انتوا مش فاهمين القصه دي عملت فيا ايه. عايزه اشوف دي. حلو ده. We have a lot to do. Yes. طب دلوقتي رضوى موسى يوسف لما بتعرف نفسها، اوكي، بيكتشر كده ان انت عندك 30 ثانيه تعرفي نفسك بيهم، اللي هو انا اسمي كذا، انا بعمل كذا. ده اصعب سؤال اي ست متجوزه ومخلفه ممكن تسأله، لانك مش عايزاكي تقولي انا زوجه وام. دايما بقول كده. شفتي ليه هو اصعب سؤال؟ هتجاوبي وهتقولي من خلال الاجابه دي هتقولي طبعا اسم البودكاست وهتعرفيها بجمله. انت مين؟ رضوى موسى، مقدمة بودكاست نقطة ومن أول السطر، بيتكلم عن من تجربة شخصية إزاي إنه مش صعب إن إحنا أبدا نقول نقطة ومن أول السطر في أي جزء من حياتنا. Look at me، 42 سنة، قلتها من سنتين أول ما تميت 40، ومش بس في مجالات أو في اختيارات، بس في حتت صغيرة، في تشابتر صغيرة جوه حياتنا تفرق معانا كتير. مايندسيت جميلة قوي. لأن أنا لو أقول أنا بقى من وجهة نظري أنا كحد شغال معاكي through the journey دي، the ups and downs and the learnings، يعني أنا فعلا عايزة أحتفل. أنا بجد عايزة أحتفل، عندي حاجات كتير عايزة أحتفل بيها. بس غير الحلقة الخطيرة دي اللي هي احتفال بسنتين شغل وسنة على اللونش ونتقابل، هتحتفلي أنتي إزاي بقى؟ هحتفل بالسنة دي. أول حاجة، أولا ولادي مستنياني في أمريكا عشان نخرج عشان عايزة يحتفلوا بيا، دي أول حاجة. I think هم they're my biggest supporters. هم ناس استحملوا كتير قوي سهر بالليل وشغل بالليل وأحلام وورق وحاجات كده. فولادي بس صراحة بعيدا عن الإجابة النموذجية يعني بتاعت ولادي وجوزي واسافر وارجع بيتنا والكلام ده كله، عندي نوتة مليانة أفكار. يمكن وريتها لك مرة. لا ما شفتهاش فيزيكلي، دلوقتي عايزة أشوف. هي هنا في دبي؟ لا مش معايا في دبي يا رضوى. عندي نوتة مليانة أفكار بكتب فيها من وأنا عندي تقريبا حاجة 30 سنة. النوتة دي بقى محتاجة تطلع للنور كلها completely. فاحتفل بأن أنا هحضر اللي جاي. إيه هو اللي جاي؟ السنة اللي جاية دي كلها، seasons كلها، الأفكار كلها. طب beyond the podcast إيه هو اللي جاي؟ The craziest wildest dream. انت سأليني بقى برا البودكاست شخصيا دلوقتي أنا طموحاتي بسيطة قوي في الحياة يا أيتن. على فكرة أنا دلوقتي وأنا بقولك عايزة أقولك لا، ما يعني سفر، عايزة أسافر كتير. wildest dream. ايه ده؟ is this very weird ان انا مبسوطة قوي باللي موجود دلوقتي، اني حاسة ان انا الحمد لله 1000 مرة. الحمد لله. أجان للمرة 25 هنقول نقطة من أول السطر. انتي قلتي نقطة من أول السطر كتير قوي في حياتك. ساعات كنتي مجبرة تقوليها وساعات كنتي حابة تقوليها الحاجة انتي عايزة تقفليها. بس كون ان انتي توصلي لمرحلة ان انتي على فكرة يا جماعة أنا خليني في الصفحة دي بقى شوية، مش عايزة أقول نقطة. Is that what you're saying؟ ده that's what I'm saying. I think على المستوى المهني أو يعني في حتة البودكاست شخصيا I'm already there. I'm already working. It's just a matter of ان انا افضل اكمل وافضل بس تزقي وتشتغلي. على المستوى الشخصي انت عارفه بقى ان ده الفاني فاكت او الفان فاكت، ان انا على المستوى الشخصي في نقطه من اول السطر دي بقيت بقولها في حاجات معينه في شخصيتي او في الشخصيات اللي حواليا، اللي هو ايه، طب خلاص حلو قوي كده على الريليشن شيب دي، حلو قوي كده على الشابتر ده، حلو قوي كده على مش عارفه ايه. that's enough دي ما كانش بتجيلي بسهوله قبل كده. دلوقتي بقت
بسهوله جدا يعني. حاسه القعده دي اساسا كانت ثيرابيوتيك. انا حاسه رضوى عماله تفجت في مكانها. انا اصلا قلبت ثيرابي وقلبت كوتشنج وانا عماله اقول هو في ايه. هي الحلقه دي بدات بيكي. لا بس حلوه لان هي فيها فيلينجز كتيره قوي كالعاده، دي علاقتنا ببعض. بس خلاص انا كفايه اسئله، مش هسالك اسئله تانية. انت هتساليني حاجه before we wrap this roller coaster of emotions هو طبعا I hope ان الناس اللي سامعه الحلقه دي كلها دلوقتي او بتتفرج علينا are actually enjoying this friendly thing. بس انا هسألك سؤال، تفتكري لو ما كنتيش بتشتغلي في المجال ده من وانتي صغيره what would you have been doing؟ ايه ممكن تبقى الحاجه التانية اللي ممكن تكوني بتعمليها؟ محاميه 100%. ليه؟ لان وانا صغيره كنت فاكره ان انا هبقى دكتوره زي اهلي كلهم، ودايما بقول مهم قوي الواحد يسمع للساينز اللي حواليه، لان انا لو ما كنتش سمعت الساينز دي كان زماني فور شور دخلت طب وبقيت دكتوره، وما اعرفش كنت هبقى مبسوطه ولا لا، بس ديفينتلي ما كنتش هبقى عملت اللي انا ما سمعتش الصوت اللي جوايا. بس من وانا صغيره بابايا كان شايفني محاميه، بيقول لي عشان حقانيه قوي؟ لا، عشان بيقول لي انت ما تهديش غير لما تقنعينا برأيك، ما بتسكتيش وفاكره لنا كل حاجه وماسكه كل حاجه على الواحده وبتكتبي وبتاخدي نوتس وذاكرتك وبتأوحي، ولما you believe in something بتقعدي. بعدين سرحت كده اللي هو لا مش عايزه ابقى محاميه، بعدين سكت كده اللي هو ايه ده، لا ثانيه واحده، هو صحفيه او محاميه او حتى دكتوره نفسيه، كل الشغلانات دي فيهم حاجه in common، ان هو بني ادم بيحب يسمع قصص الناس. ده رأيي الشخصي، مش رأيي ده مش حاجة ساينتفك، ده رأيي الشخصي، انه الثلاث شغلانات دي فيهم حاجة ان كومن، ان احنا بنحب نسمع الناس، بنحب نحلل، بنحب ان احنا نربط حاجات ببعض، ما بناخدش الحاجات كما هي، لازم نقعد نحقق فيها انه انا هو ده صح ولا غلط، انا عايزة اعرف اصل المعلومة، انا عايزة اسأل ليه، انا عايزة افهم اكتر، فاهمة؟ فحاسة ان انا لو ما كنتش هبقى في السبيس بتاع الاعلام كنت هبقى محامية. I think you would have been doing great. انت عارفه ان لحد النهارده بابايا بيقول لي ما تخشي كده. تخشي كده؟ والله تاخدي كده اللي هو ديجري كده سريع. لو ديجري سريع 7-8 سنين كده سريع. فكرت فيها at some point بس لا I think I'm good. ولا ما كنتش هقابل رضوى واقعد معاكي هنا. It's meant to be. عارفه اول حاجه جت في بالي وانت بتقولي محاميه دي، حسيت اللي هو the best way to wrap up الابيسود دي ايه؟ لو كل واحده سمعتنا حست ان هي كانت في مجال مش بتحبه او بنفسها تعمل حاجه مختلفه، او شخصيتها ما كانتش مفهومه للي حواليها، بتتكلم كتير، بتسمع كتير، بتسأل كتير، اتمنى ان الحلقه دي تبقى ثيرابيوتيك ليها زي ما هي كانت ثيرابيوتيك ليا وكانت لذيذه لينا، ان تعرف ان فعلا whether انت اخترتي مجال شاطره فيه من يوم ما بدأتي او غيرتي مجالات، بس الكومن ثينج هو ان انت على طول بتفكري وبتدوري وبتعملي. It's never too late ان انت تقولي نقطه من اول السطر. I hope فعلا الناس تكون أخدت كده سنيبت على أولا احتفال بيكي انتي رضوى، الجيرني بتاعتك وصلتي من كنتي فين وبقيتي فين، يبقى ده ممكن إلهام ليهم ان هم يبتدوا حاجة، وان هم يتعرفوا فعلا زي ما هو الستات في الأربعينات يا جماعة احنا بجد جامدين جدا قوي يعني، جامدين جدا. بس مش هنسأل جنزي رأيهم ايه. لا احنا عارفين ان احنا جامدين. I love you. Love you more. بجد thank you. وجنزي بقى الهارت.